السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي طلاب أولى ثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وده أهم فيديو يا أخويا للمنصة كوريو. طيب هنشتغل إزاي النهاردة؟ هنعمل إيه؟ هنفهم منهج المنصة بيتكلم عن إيه. ما أنت لو معايا ومتابعني من الأول قلت لك يا باشا إن أنت عندك منهجين مش منهج واحد، وعندك امتحانين مش امتحان واحد. يعني ايه عندك منهجين؟ يعني المنهج بتاعك بيتكون اولا منهج كتاب المدرسة، وده احنا شارحين منه الجزء اللي ماشيين فيه. طيب عندنا بقى النهارده منهج المنصة، وده الجزء اللي هنتكلم فيه النهارده. منهج المنصة احنا بندرس حاجة اسمها لغة الجافا سكريبت، وايه هي البرمجه، وبنكتب اكواد، وبنفهم بقى هنا هنعمل ايه. فبالله عليك يا اخويا تركز في كل كلمه بقولها، علشان لو في امتحان تجريبي هيفتح يوم السبت 8/11 تبقى جاهز ليه. طب امتحان الترم اللي انت المفروض تمتحنه على المنصه لازم تبقى جاهز ليه. ده هنا في امتحان مدرسه، صحيح نسيت اقول لك. وهنا في امتحان منصة. يعني انت دخولك على المنصة لازم، لسه نازل خبر من يومين ان اللي ما دخلش على المنصة كوريو بيعرض نفسه للرسوب. بيعرض نفسه للرسوب. الموضوع كبير مش صغير، الموضوع كبير اكبر مما تتخيل. طب هنعمل ايه النهارده يا هندسة؟ النهارده هعلمك لو انت ما دخلتش على المنصة ازاي تدخل. طب لو انت دخلت على المنصة جري لحد الشرح، جري لحد الشرح. هبتدي اشرح. انا عارف ان انت ممكن في ناس دخلت وقعدت تعدي في الليفلات، انا عارف، بس انا متاكد ان انت برضو فاهم وعارف تحل عشان انت بتنقل. لكن انا عايزك تبقى فاهم اكتر، عايزك لو جالك اي سؤال في الدنيا قال لك اكتب لي كود عن كذا تعرف تكتبه. هو ده اللي جايين نتعلمه النهارده. طب احنا جايين نتعلم بس؟ لا، احنا جايين نتعلم ونفهم ايه لغه الجافا سكريبت، ال HTML دي بتتكلم عن ايه؟ ايه هي CSS دي؟ ايه المنهج بتاعنا في المنصة؟ صلي على سيدنا النبي. أول حاجة هكلمك عن منصة كوريو اللي هي بيقول لنا ازاي ندخل على المنصة. أولا يا باشا أنت المفروض بيجي لك من المنصة، بيجي لك أنا آسف من المدرسة الإيميل بتاعك عبارة عن كود اسم المستخدم، بيبقى عبارة عن أرقام. حلو؟ طيب عندك كلمة المرور، دخلوا سنة بس كده. كلمة المرور عبارة عن أرقام وحروف ورموز. يا مستر أنا مش عارف أخش على المنصة بكتب كل حاجة صح. يا أخويا خلي بالك من نقطتين، خلي بالك من نقطتين. ارقام وحروف ورموز، الحروف بيبقى فيها حروف كابيتال وحروف سمول. طب الحرف الكابيتال ده تعرفه منين؟ اكيد بيبقى فيه حروف شكلها متغير، والاس الاثنين شكلهم زي بعض بس الاس بتبقى كبيره شويه. فانا عايزك تكون لماح، عايزك تكون لماح. طيب مثلا كاتب كده، ايه الخط ده يا مستر؟ انا بكتب شرطه. هي دي مش شرطه؟ لا دي مش شرطه، دي اسمها اندرسكور. دي اسمها اندرسكور، دور عليها في الكيبورد عندك، اسمها اندرسكور. ولو انت داخل من اللابتوب بتدوس شيفت ورقم من الارقام بيبقى خط تحت كده، بص على الارقام هتلاقي خط تحت كده. حلو. طيب انا ليه بكلمك في الحاجات دي؟ دي غالبا معظم المشاكل اللي واجهتنا مع الطلبه. انا مش عارف اخش على المنصه يا مستر، المنصه دي متخلفه. لا هي مش متخلفه، انت اللي مش عارف تكتب. تمام؟ يعني علامه زي دي هتلاقيها برضو، يعني علامه الدولار هتلاقيها برضو، في علامات كتيره في كلمة المرور، فاهمني؟ فانت لازم برضو ايه تفتح مخك شوية معانا، يعني اعتمد على نفسك شوية يا بابا، اعتمد على نفسك شوية. طيب اول حاجة بنكتب اللينك ده، بعد ما بنكتبه بتخش على ايه؟ على سبريكس ليرنينج، بيبقى فيه هنا اللوجن اي دي وهنا كلمة المرور. حلو. انت بتكتب هنا اسم المستخدم اللي هو بيبقى ارقام بس، وبتكتب هنا كلمة المرور
بعد ما بتدوس لوجن بس كده. طيب صلى على سيدنا النبي. ده الكلام اللي انا شرحته لك. تكتب فوق اكس من مستخدم وتحت كلمه المرور وبتضغط على لوجن. داخل المنصه، اول ما بتخش المنصه بيجي لك ستارت او ابدا، بتدوس عليها وبتبدا عادي. الليفلات بتاعتك اهي يا باشا، الليفلات بتاعتك بتبقى مقفوله كده بتقعد تفتحها. طب انت لو فاتح من الموبايل، يعني شفت تدوير الشاشه، شغله وافتح الشاشه كده خليها بالعرض عشان تشوف الكلام ده وتبتدي تبدا من الاساسيات بقى. تمام. طيب هنا مفيش حاجه جديده. يلا بقى نخش في منهجنا. ومن خلال المنصه هنبدا لغه الجافا سكريبت من الصفر. تمام. استلام البيانات. انت يا باشا لو مش عارف تستلم بياناتك من المدرسه بتخش بالايميل الموحد على الموقع ده اهو. بتكتب اللينك ده، اكتبه لك في اهو، هو ده. بتخش عليه. بعد كده بتنزل هنا اهو، متاح الاستلام للصف الاول التدريب على الذكاء الاصطناعي. تدوس عليها بيجي لك الاسم المستخدم وكلمه المرور بتوع ايه؟ بتوع كوريو بقى. تمام. انا بقى هعتبر ان انت دلوقتي دخلت على المنصه وهنبدا شرح. بسم الله. اول حاجه معانا لغه البرمجه الجافا سكريبت. صلى على سيدنا النبي. بيقول لك ايه هي البرمجه؟ تعريف البرمجه بيقول لك هي كتابه اوامر وتعليمات الى الكمبيوتر ليقوم بتنفيذها. ودي اول حصه قلتها لك. معنى كلمه البرمجه ايه؟ مهمه بطلبها من الكمبيوتر بينفذها لي بدون خطا. فهي مهمه وتعليمات بطلبها من الكمبيوتر عشان يقوم بتنفيذها. بتوجد توجد لغات برمجه عديده وتختلف حسب الغرض منها، لذلك تستخدم مزيجا منها. طيب احنا مثلا عايزين نعرف ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. عايز افهمك حاجه. ايه الثلاثه دول؟ ولو انت اتعلمتهم توصل لايه؟ بص يا اخويا، صلي على سيدنا النبي. ال HTML وال CSS والجافا سكريبت دول 3 لغات، او بقى مش 3 لغات برمجه، دي بس اللي يعني تسمى لغه برمجه. انما دول لغه هيكليه ودي لغه تصميميه. بمعنى ايه؟ صلي على سيدنا النبي وانا افهمك. انت لو معاك ال3 سكيلز دولت توصل لايه؟ لو معاك ال3 مهارات دولت توصل لايه؟ يبقى اسمك ايه في البرمجه عموما؟ تبقى مهندس برمجه. بتعمل ايه؟ بتوصل لحاجه اسمها فرونت اند. ايه؟ فرونت اند. يعني انت تقدر تشتغل بالتلاته دول؟ والله تقدر تشتغل بالتلاته دول لو انت اتقنتهم. يعني ايه بقى فرونت اند؟ صلي على سيدنا النبي وانا اقول لك. انت يا باشا لما تخش على اي موقع، المظهر بتاع الموقع شكله بيتعرض ازاي انت اللي بتعمله. الموقع بيتعرض ازاي انت يا باشا اللي بتعمله. خش على جوجل هتلاقي مثلا اللوجو والتاسك بار بتاعه، مش عارف الايقونات بتاعته والبوتون بتاعته اللي هو الزراير بتاعته. كل الكلام ده انت اللي بتحدده، انت اللي بتحدد مقاساته، انت اللي بتحدد الالوان. خش على اي موقع في الدنيا هتلاقي مظهر بيظهر لك كده. المظهر الخارجي ده انت يا باشا اللي بتصممه. طيب تعالى نفهم بقى الفرق بين HTML والCSS والجافا سكريبت. سيبك من لغات البرمجه. دلوقتي لو انا هبني عماره او بيت، البيت اللي انت قاعد فيه ده، عارف العواميد اللي قدامك في البيت دي؟ عارف الطوب وهو لسه احمر والعواميد وهي لسه مبنيه حالا؟ دي لغه ال HTML. ده الهيكل بتاع البيت، العواميد والطوب والكلام ده. انت لما تعمل الطوب والعواميد والكلام وتركب الشبابيك كلها كده بيبقاش ليها لون، ما بنعملش ليها لون. طب احنا عشان نعرف نعيش فيها بنعرف نعيش فيها كده؟ لا، بنضطر نجيب النقاش بيض يا عم الحاج يقعد يلون لك الحته دي، يقول لك عايزها ايه؟ قول له برتقاني. قول له عايز الحته دي ايه؟ قول له لونها بينك. قول له الحته دي بيبي بلو. فاهمني؟ مثلا كده يعني. فاهم؟ في ناس غريبه بتبقى عايزاها لله كده. بتلون الاوضه صح؟ بعد ما بتلون الاوضه بتبقى وصلت للمظهر اللي هو CSS. يبقى الالوان اللي في الاوضه دي المظهر CSS. طب الهيكله من غير الوان قرعه كده من غير اي حاجه دي HTML. طيب احنا خلاص بيضنا البيت، نعرف نعيش فيه؟ بعد ما بيضناه لا ما نعرفش نعيش فيه. بتقول ازاي؟ مش لازم ندخل ادي الكهرباء، مش لازم ننور
مش لازم ندخل الميه، الكهرباء بقى والاضاءه والحاجات اللي هي الايه اللي بتخلي البيت يتحرك ويبقى ليه صوت ويبقى ليه نور تشوفه. هي دي الجافا سكريبت، هي انشاء الحركه والتفاعل، انشاء الحركه والايه والتفاعل. تمام، يبقى كل حاجه بتوصلك للخطوه اللي بعدها، كل حاجه بتوصلك للخطوه اللي ايه اللي بعدها. طب ال HTML بيقول لك هي لغه ترميز تستخدم لبناء هيكل صفحات الويب ومحتواها مثل النصوص والصور والخ، يعني هو فيه نصوص وصور، فيها نصوص وصور بتعرض كلام وصور. طب ال CSS هي لغه انماط تستخدم لتنسيق الصفحات، يبقى ايه اللي بيستخدم لتنسيق الصفحات؟ ده سؤال حلو. اقول له هي لغه ال CSS هي لغه انماط، انما ال HTML لغه ترميز. طيب المسمى بال HTML. طيب بمعنى اخر HTML تبني هيكل صفحه الويب، وال CSS تضيف للصفحه الجمال والتنسيق. يبقى اللي بيبني الهيكل هو ال HTML، وده احنا عرفناه وشرحناه. طب وال CSS تضيف للصفحه الجمال والتنسيق، مظهر يبقى حلو كده. لاحظ ال HTML وال CSS لا تعدان من لغات البرمجه، وانا لسه قايلها لك هنا. لغه الجافا سكريبت هي لغه تفاعليه. طب لغات البرمجه HTML و CSS لغات برمجه لا. طيب تعال بقى نتكلم عن الجافا سكريبت. لغه الجافا سكريبت هي لغه تفاعليه اللي بيبقى فيه حركه في الويب. يعني لما بتفتح موقع انت شايف تمشي بقى تلاقي شكل الزرار لو وقفت عليه بالماوس لونه يتغير، لو دوست تكه في حاجات بتتحرك وبتطير. هي دي اللي بيعملها الجافا سكريبت. اول لما تخش الموقع ممكن تلاقي في مواقع فيها موجه كده ماشيه وحركات فيها وانيميشنز، الكلام ده اللي بيعمله الجافا سكريبت. مثال لصفحه تفاعليه مثلا المكتبه الالكترونيه وزاره التربيه والتعليم، اللي هي الموقع ده لو دخلت عليه هتشوف كل اللي انا بقوله لك. يعني الصفحات التفاعليه تقوم بعرض الرسائل للمستخدم، اجراء العمليات الحسابيه المختلفه وتشغيل الالعاب. كتابه كود جافا سكريبت. تعال بقى اتعلم كتابه الكود جافا سكريبت. عشان نعرف نكتب كود لازم يبقى عندنا محرر اكواد. ده على اللابتوب مثلا اسمه فيجوال ستوديو كود. اسمه ايه؟ فيجوال ستوديو كود. عشان تكتب كود محتاج فيجوال ستوديو كود. ده على ايه؟ على اللابتوب، على جهاز كمبيوتر اسمه فيجوال ستوديو كود، او نوت باد بلس بلس دوت، او صفحه HTML باستخدام الوصف السكريبت. طيب احنا هنتعلم ازاي يا هندسه؟ احنا هنتعلم على الفيجوال ستوديو كود. مفيش مبرمج ما شغلش الفيجوال ستوديو كود، مفيش مبرمج ما بيكتبش الكود بتاعه غير على الفيجوال ستوديو كود. طب يا هندسه انا معيش جهاز كمبيوتر ومعيش لابتوب ومعيش بسم الله الرحمن الرحيم ومعيش حاجه اخش بيها احمل عليها الفيجوال ستوديو كود. اعمل ايه؟ هتسيب لك في الديسكريبشن لينك، اللينك ده فيه محرر اكواد. لما تيجي تكتب الكود اول حاجه كتبت الكود عشان تتعلمها اكتبها على ورقه الاول، وبعد ما تكتبها على ورقه تنقلها على المحرر وتشوف الكود ده صح ولا غلط. يعني ايه؟ يعني انت يا باشا كتبت كود عايز تعرف الكود ده فيه خطأ ولا انت ماشي صح. اول حاجه تكتبه على ورقه. بعد ما تكتبه على ورقه عشان تتعلم وتفهم، عشان تتعلم وتفهم تكتبه على محرر الاكواد. ما عندكش الفيجوال ستوديو كود، انا يا عم هجيب لك لينك في الديسكريبشن تكتب عليه، يا اما على المنصه المحرر اللي هو الكونسول اللي على المنصه. طب انا عايزك تتعلم، انا خطتي عايزك تتعلم بعد كده تخش على المنصه، عايزك تتعلم بعد كده تخش على المنصه. طب هتعمل ايه بقى؟ مثال لكتابه كود رساله ترحيب في وحده التحكم باستخدام الجافا سكريبت. طيب هنا هو فتح الكونسول. الكونسول دوت افتح اي متصفح. اي متصفح يعني ايه متصفح؟ عارف ان فيها ناس هتسالني كده والله. بص يا حبيبي، يعني ايه متصفح؟ يعني كروم او موزيلا فايرفوكس او بريف او اوبرا، كل الكلام اللي انا قلته ده يعتبر متصفح. ده يعتبر ايه؟ متصفح. المتصفح ما بيفهمش اي لغه في الدنيا غير لغه الجافا سكريبت وال HTML. ما يفهمش لغه في الدنيا غير ال HTML والجافا سكريبت. يعني عشان تعمل اي موقع في الحياه لازم ال HTML والجافا سكريبت. طيب صلي على سيدنا النبي. ما تيجي اوريك اول صفحه واول موقع في العالم. تعال اوريك اول موقع اتعمل في العالم. بص
اول موقع اتعمل في العالم كان قبل ما يظهر حاجه اسمها السي اس اس وحاجه اسمها الجافا سكريبت. هو ده الموقع وورلد وايد ويب، هو ده بس. تعال احددهولك. هو ده الموقع. السي اس اس مش موجود فيه. هتقول لي ايه ده فيه لون اهو هايبر ميد. لا، ده هايبر لينك. اي لينك بيظهر في الكلام تحتيه خط كده ولونه ازرق، تدوس عليه يوصلك لموقع تاني، ده اسمه هايبر ايه؟ هايبر لينك. طيب هل بقى ده فيه سي اس اس؟ لا. هل ده فيه جافا سكريبت؟ لا، ده هو عباره عن نصوص بس، عباره عن نصوص بس. ده هايبر لينك. يعني ايه هايبر لينك؟ يعني كلام جواه لينك. لو جيت انت بالماوس دوست على كده، دوست عليه على الازرق ده، هيوصلك لموقع تاني، فده اسمه هايبر لينك. ده مش لونه، ده ما تلونش، فاهمني؟ ده عباره عن HTML فقط. هو ده اول موقع في العالم. طبعا ما فيش مبرمج ما شافوش، ما فيش واحد فرونت اند شاطر ما شافوش. لازم تعرف التاريخ الاول، ازاي بدأنا وازاي دلوقتي وصلنا، عشان كل يوم في جديد، عشان كل يوم في جديد. طيب صلى على سيدنا النبي. احنا وصلنا لفين؟ وصلنا ان انا عايز اكتب رساله ترحيب في وحده التحكم باستخدام الجافا سكريبت. لما باجي اكتب حاجه في ال HTML لازم اعرف ان انا HTML، فبفتح هنا علامه اكبر HTML وعلامه اصغر، تمام؟ عشان اكتب كود لغه برمجه ثانيه جوه ال HTML بفتح السكريبت، بكتب هنا console.log. ده هنا بدات الجافا سكريبت بتاعتي. طيب اللي فتحته لازم اقفله في ال HTML وفي اي لغات. يعني ايه اللي فتحته لازم اقفله؟ فتحت HTML لازم اقفل HTML جواهم السكريبت، عشان السكريبت ده يعتبر جزء من HTML اللي هي اللغه الايه؟ الهيكليه. فتحت السكريبت لازم اقفل السكريبت واكتب جواه انا عايز اكتب ايه. اكتب جواه انا عايز اكتب ايه. console.log انا مثلا عايز رساله ترحيب، فتحت القوس لازم اقفل القوس. console.log ديت عباره عن بتطبع لي، انا بقول له اطبع لي على الشاشه رساله ترحيب. طباعه رساله ترحيب. يعني ايه بتطبع لي؟ يعني انا عايز يظهر ايه على الشاشه؟ اللي عايز يظهر على الشاشه بكتب console.log وبفتح قوس وبقفل القوس، بكتب جواه اللي عايز يظهر على الشاشه سواء نصوص او ارقام. يعني اللي عايز يظهر على الشاشه مثلا، انا عايز يظهر على الشاشه انت اجمد حاجه في الدنيا. لغه البرمجه فاهمه انت اجمد حاجه في الدنيا؟ لا. طب انت لو كتبتها لها كده، انت يعني مثلا تعال نكتب كده بسم الله اهو. بص انا هكتب اهو معاك كونسول. احنا فين اهو؟ console.log فتحت قوس، كتبت، لازم اقفل القوس صح؟ لازم هنا سيمي كولن اسمها فاصله منقوطه. فاصله ايه؟ فاصله منقوطه اهي يا حبيبي، اهي دي فاصله منقوطه اسمها ايه بقى؟ سيمي كولن. سيمي كولن. تمام اهي دي لازم، لو ما كتبتهاش الكود غلط مش هيشتغل. تمام. انت اجمد حاجه في الدنيا. ولا اقول لك تعالى نكتبها بلون تاني بقى. انت جامد. خليها كلمه صغيره كده عشان نعرف نكتبها بسرعه. انت جامد. يلا اطبع. مش هيطبع، ايرور. انا مش فاهم ايه انت جامد دي، انا مش فاهم. طب اعمل ايه؟ حطها بين علامتين تنصيص يا. هو مش هيشوفها، هو هيديها لك زي ما هي. هيطبع على طول. انت شفت الفرق؟ هو في الاول بدون علامتين التنصيص مش فاهم يعني انت جامد ايه ده، فجاب لك ايرور. لكن لما تحطها بين علامتين تنصيص هيطبع لك زي ما هي. يبقى تعالى نتعلم اول حاجه، اي حاجه بتتحط جوه علامتين التنصيص بتتاخد زي ما هي. يعني ايه؟ يعني بتتاخد زي ما هي. طب في النقطه دي هشرح حته كمان. بص console.log فتحت قوس لازم اقفله سيمي كولون اها. اكتب جوه هنا 2 + 2. هنا طبع لي انت جامد. عارف هنا هيطبع لي ايه؟ 2 + 2 ولا هيكتب لي 4؟
هو فاهم الارقام وفاهم ان ديت علامه جمع، فهيطبع لي 4. هو فاهم. طيب عارف لو مش عايزه يطبع لي 4 وعايزه يطبع لي 2 بلس 2 او 2 بلس 2، عارف هعمل ايه؟ حطيتها بين علامتين تنصيص. انا ماليش دعوه باللي جوه علامات التنصيص، هديهولك زي ما هو البرمجه كده. في هنا حطيت علامتين تنصيص، لغه البرمجه انا هديك اللي جوه علامات التنصيص زي ما هي، هيقوم طابع لك كده اهو 2 بلس 2. طب عايزه يجمعهم، اشيل علامتين التنصيص. طب هطبع كلمه، احط علامتين التنصيص عشان عايزها زي ما هي. فهو هنا بيقول لي رساله ترحيب، فهقول له console.log welcome to the world of programming، واحط علامتين التنصيص اهم هنا وهنا، هيقوم طابعها لي زي ما هي. يلا في ايه تاني؟ وحده تحكم كونسول، هي مكان في المتصفح يعرض النتائج، وده اللي قلناه. تمام. تعالى بقى نتعلم حاجه جديده. يعني مثلا هنا برضو مثال كود جافا سكريبت لعرض كلمه المراكبي في لوحه التحكم. console.log المراكبي بين علامتين تنصيص اهم وفاصله منقوطه، هيطبع لي زي ما هي المراكبي. التعليقات او الملاحظات دي بقى حاجه ايه مهمه قوي تعرفها يا اخويا. دايما لما ان شاء الله تمسك بروجكت كبير، الكود معاك ممكن يخش في 2000 سطر 3000 سطر كود. 3000 سطر كود يعني ده يعتبر سطر كود واحد. ممكن يخش، انت بتعمل برنامج بقى، بتعمل موقع كبير ضخم، ممكن يخش في 1500 سطر 2000 سطر. فانت بتحتاج تفكر نفسك، فبتحتاج تعمل كومنت. بمعنى ان انا مثلا بكتب الكود، فبكتب كود اهو 2 3 4 5 6، كل سطر بيتكلم عن حاجه، او كل جزئيه بتتكلم عن حاجه. كل جزئيه في الكود بتتكلم عن ايه؟ عن حاجه. انا طيب عايز اخصص دي مثلا للتاسك بار. انت عارف يعني ايه التاسك بار؟ انا خايف ان انا اقول كلام انت مش فاهمه فما تفهمنيش، فتعالى افهمك عن ايه تاسك بار. بص يا قلبي، ده موقع مثلا، ولو يكن اي موقع، في فوق كده حاجه هنا بتبقى مكتوبه لوجن وتسجيل الخروج، الكلام ده بيبقى في الشريط فوق كده في اي موقع. حتى لو على اليوتيوب دلوقتي هتلاقي لوجو اليوتيوب والبحث والقناه بتاعتك او ساين ان، الكلام ده اللي فوق اللي فوقيه لو صغرت الشاشه، لو انت مكبرني صغرنا هتلاقيها يوتيوب والمكان السيرج والكلام ده. مهما تنزل مهما تطلع هو ثابت. ده اسمه تاسك بار. ده اسمه ايه؟ تاسك بار. تمام. التاسك بار علشان نعمله بيحتاج مجموعه اكواد مننا. بيحتاج ايه؟ مجموعه اكواد مننا. صلي على سيدنا النبي. انا مثلا عايز اخصص الجزئيه دي في الكود، طبعا الكود كبير قوي، تمام؟ عايز اخصص الجزئيه دي وافهم اللي قدامي. لو حد حابب يعدل على الكود من بعدي، ما انا ممكن ابقى شغال في شركه، اسيب الشركه وامشي، هم عايزين يعدلوا على الكود، فهيقولوا لي بقى مين اللي كاتب الكود ده؟ يا لهوي، عارف لو مش كاتب كومنتات، مين ده؟ مين العشوائي ده؟ ما يفهمنا فين التاسك بار. انا عايزين نعدل في التاسك بار، يفهمنا فين. تعال بقى اقول لك ازاي تعدل في التاسك، او ازاي تفهم نفسك ان انت مثلا ايه، السطر كبير، الكود كبير، فانت عايز تخصص الحته دي للتاسك بار عشان لو رجعت له تاني. بص بيقول لك ايه يا قلبي؟ بيقول لك يسبق التعليق شرطين معنيتين في بدايه كل سطر. بمعنى بص، انا كاتب الكود اهو، هعمل كده اهو كود، هكتب كده بقى كود تاسك بار مثلا. الله، انت عارف ده يعني ايه؟ انت ده مش هيأثر على الكود بتاعك يا عبيط، ده مش هيأثر. هو اصلا لما تيجي ترن، هو المحرر ما بيشوفش الكومنتات، ملوش دعوه بيها. لغه البرمجه مش شايفه غير السطور الكود بتاعتها، انما دي حاجه بتفكر نفسك، دي حاجه بتفكر نفسك، دي حاجه ايه؟ بتفكر نفسك. لما بتيجي تدوس رن هو ما بيشوفهاش. يعني ايه؟ بص تعال نعمل مثال. console.log
لوج افتح قوس واقفل قوس المراكبي. دوس رن. مفيش حاجه، فاضي. عارف ليه؟ عشان انا عامله كومنت، انا عامل الكود كومنت، ما رنش حاجه، مش شايفه اصلا. طب عشان يرن، دوست رن، يلا فين؟ هتطبع لي ايه؟ هطبع لك المراكب عادي. فهمت ياض، فهمت بالله عليك، فهمت. يبقى الكومنت ده لما بتيجي ترن بيشوفه ما بيشوفهوش، انت بتفكر نفسك، انت ايه؟ بتفكر نفسك. خلاص انا متهيألي ان انتوا فهمتوا الحته دي، فعايزين نخش على حاجه بعد كده. طيب ده تعليق متعدد الاسطر، برضو لو انت عايز تكتب حته كبيره الكود ما يشوفهاش، لما تيجي ترن تعمل شرطه مايله ونجمه، بعد كده نجمه وشرطه مايله، والكلام اللي في النص ده هو مش شايفه برضو. ده بيبقى كومنت متعدد السطور، مش سطر واحد، الشرطتين دول بيبقى سطر واحد. صلى على سيدنا النبي. طيب التعامل مع النصوص، يتم دمج النصوص في الجافا سكريبت بعده طرق، اشهرها استخدام عامل الجمع زائد يستخدم عامل الجمع زائد لربط سلسلتين نصيتين او اكثر. يعني انا عايز اكتب كلمتين يظهروا console.log مرحبا بك زائد الجافا في الجافا سكريبت، هيطبع لي مرحبا بك في الجافا سكريبت. يبقى انا كده ضفت جملتين هيجوا جنب بعض، ضفت جملتين ايه؟ هيجوا جنب بعض. طيب بص عملتها ازاي؟ كتبت console.log فتحت قوس وقفلت القوس، لازم اقفله، لو ما قفلتوش غلط هيجي لي ايرور. علامتين تنصيص مرحبا بك زائد لوحدها من غير علامات تنصيص. علامتين التنصيص دول واحده بتاعت الجافا سكريبت بتتفتح للجافا سكريبت، وواحده بتتقفل لمرحبا بك. اتمنى تكون واخد بالك، هعملها لك بلون تاني اهو. بص بقى في الجافا سكريبت هكتب جمله جديده، لما باجي اكتب كلام جوه القوس في الكونسول دوت لوج بحطه بين علامتين تنصيص عشان يظهر لي زي ما هو. يبقى انا كتبت مرحبا بك زائد لوحدها، فتحت علامات تنصيص في الجافا سكريبت وقفلت علامات التنصيص، اقفل بس. طيب دمج النصوص باستخدام عامل الجمع هو ده. صلى على سيدنا النبي. لت نيم، انا هفهمك ايه لت، هفهمها لك وهفهمك النيم دي عباره عن ايه في الكود دلوقتي جايه معانا. بيساوي الجافا سكريبت واقفل بتاع العلامات التنصيص وخلاص تمام. هنا نفس الكلام شرحناه. كونسول دوت لوج بيقول لك داله تستخدم لعرض النتائج في وقت التحكم. ده لسه قايلينه فوق ان كونسول دوت لوج ديت داله، واي داله بنفتح لها قوس ونقفل القوس. اي داله بنحط فيها قوسين ونكتب جوه الداله دي فيها ايه. تمام؟ تمام. التعامل مع الاعداد باستخدام العمليات الحسابيه الاساسيه. الجمع ده بيجمع، عارفين. الطرح بيطرح. بص بقى الضرب في الكود بيتكتب نجمه مش علامه فيه، لا بيتكتب نجمه. طيب القسمه كده اهو، وليست اللي هي كده اهو، دي كده ما بيفهمهاش، بيفهم دي الشرطه المايله، بيفهم الايه؟ الشرطه المايله. طيب لباقي القسمه علامه في المية، دي باقي القسمه. يعني ايه 5% 2؟ لا دي مش 5% على 5% في 2، دي باقي قسمة 5 على 2. باقي قسمة 5 على 2 اللي هي 1، اللي هي أقرب حاجة دي ترضى القسمة على 2 اللي هي 4 على 2 صح؟ 5 ناقص 4 1، هو ده باقي القسم. تمام؟ أتمنى تكون فهمتها يعني. طيب هنا بقى بيفهمك اللي انا لسه مفهمهولك فوق. كونسول دوت لوج انا عايز اجمع رقمين. كونسول دوت لوج فتحت القوس 2 بلس 2. بص تعالى اكتبه لك تاني. كونسول دوت لوج افتح قوس اقفل قوس سيمي كولن 2 بلس 2 هيجمع لي رقمين. ادوس ران هيقول لي 4. هيقول لي 4 ليه؟ عشان ممكن يجي يقول لك اعمل عمليه حسابيه الجمع رقمين يدونا 4. اديك عملتها. تمام؟ هنا 2 minus 1
2 ماينس 1 هنا هيقول لك ايه؟ 2 ماينس 1 هيقول لك 1. ده رن. طب 2 في 2 4. 4 على 2 2. 5 باقي قسمة 2 1. دمج الاعداد في جافا سكريبت. بص بقى هنا ده كومنت 2 بلس 2 ده نص ناتج جمع. طيب هنا ده ارقام 2 بلس 2. صلي على سيدنا النبي. الاعلان عن المتغيرات ده اهم درس دلوقتي هيتشرح في الخمس فصول اللي احنا بنشرحهم. اصل انا معاك النهارده هشرح لك 5 فصول، كل اللي من بدايه السنه لحد تاريخ نزول الفيديو ده اللي عليك في المنصه. من بدايه السنه لحد تاريخ نزول الفيديو اللي هو 8 11 6 11 لحد 6 11 لحد 6 11 او 8 11 احنا هنشرح منهج المنصه بالكامل اللي عليك لحد من بدايه الدراسه لحد 6 11 في الفيديو ده ان شاء الله. تمام؟ ركز معايا بقى عشان نخش على اعلان عن المتغيرات. وايه هي المتغيرات؟ ويعني ايه ليت؟ ويعني ايه كونست؟ وايه المتغيرات دي؟ انا مش فاهم حاجه هندسه. صلي على سيدنا النبي. ايه الاعلان عن المتغيرات؟ يعني ايه المتغيرات اصلا؟ صلي على سيدنا النبي. المتغير ممكن يتسمى اي اسم. اكس واي زد كمال محمد ابراهيم، متغير اسمه كده نيم. بس دايما بندي للمتغير اسم يميزه. يعني ايه اسم يميزه؟ يعني لو هو بيعبر عن اسم قيمته اسم هو متغير. بس لو قيمته اسم يعني ايه متغير؟ يعني حاجه ممكن تتغير وممكن تبقى ثابته، حاجه ممكن ايه تتغير. يعني هعبر عن ارقام، هسمي الارقام اكس. اي رقم داخل لي اكس ليه قيمه؟ لسه بس هديله قيمه. طيب لو هعبر عن اسم هسمي المتغير نيم. يعني لو هعبر عن اسم هسمي المتغير ايه؟ نيم. طب لو هعبر عن عمر هسمي المتغير ايج. طب القيمه مثلا ايج ايكوال 13. يعني ايه ايج ايكوال 30؟ طب تعال نفهم مع بعض بالراحه. صلي على سيدنا النبي. بيقول لك يمكن الاعلان عن متغير في جافا سكريبت باستخدام الكلمات المفتاحيه ليت او كونست. يعني ايه يا هندسه؟ صلي على سيدنا النبي. انا دلوقتي يا اخويا، انا دلوقتي مثلا شوف بس المايك شغال ولا لا؟ شغال. طيب انا دلوقتي يا اخويا عايز ادخل في الكود متغير، عندي كلمتين اكتبهم قبليه، يا ليت يا كونست، يا ليت يا كونست، يا ليت يا ايه؟ يا كونست. ليت بتستخدم المتغيرات اللي يمكن تغير قيمتها لاحقا. يعني ممكن اديها قيمه وممكن تتغير قيمتها، ممكن تتغير. طب كونست لا، ده متغير ثابت هديله قيمه هي قيمته. يعني كونست اكس ايكوال 9 يبقى دايما اكس ب 9. طب لو ليت لا، ممكن تتغير، ممكن المتغير اكس يتغير. طيب تعالى نفهم بالراحه. تعالى ازاي بنكتب كود في الجافا سكريبت اعلان المتغير ايدج باستخدام ليت. ايدج دوت بيعبر عن قيمه، صح؟ تمام. يبقى انا عشان اعبر عن متغير هحط متغير، قال لي حط متغير، هكتب ليت. المتغير اسمه ايه؟ اسمه ايدج واقفل سيمي كولن. كده انا دخلت في لغه الجافا سكريبت، عرفت له ان في متغير اسمه ايه؟ اسمه ايدج اهو، ليت ايدج. طيب لازم اعين له قيمه، تعيين للقيمه 15 متغير ايدج، عين له قيمه، يبقى هكتب اهو. بص بقى ده 1. تعالى بقى عين له قيمه، سيبك من ده بقى، ده مش موجود. تعالى ما دام قال لي عين له قيمه ليت ايدج ايكوال 15 سيمي كولن. كده انا اديت لايدج ده قيمه 15 اهو. اعلان المتغير ايدج ويسند قيمه له ليت ايدج ايكوال 15 واقفل سيمي كولن. بص لاحظ اوامر جافا سكريبت كلها تنتهي بالفاصله المنقوطه. يعني كتبت اي سطر كود لازم ينتهي بفاصله منقوطه. طيب بيقول لك هنا بقى، تعالى بدل ما نشوف احنا نخش نكتبه اعلان المتغير نيم واسناد قيمه له. ده سؤال تاني اهو حلو. اعلان المتغير نيم لا اخفيها، انت هتظهرها اهو ليت
المتغير اسمه ايه؟ اسمه نيم، ليت نيم. اسناد قيمه له، ما قاليش ليت او مثلا ايه اعلان عن المتغير نيم، لا بس وسكت، قال لي لا اعلان متغير نيم واسند قيمه له. ماشي ايكوال كمال سيمي كولون. تعالى كده نشوف عملنا ايه. ليت نيم ايكوال كمال، وحطها بين علامتين تنصيص عشان ده كلام. لاحظ قيمة المتغير نيم النصية بين علامتين تنصيص، لازم تبقى قيمته بين علامتين تنصيص ما دام كلام، لكن لو رقم سيبه زي ما هو من غير علامات تنصيص. تمام؟ مثال على اعلان المتغيرات. بيقول لك يا باشا اعلان متغير اكس. يعني تعالى بس نحل السؤال ده. بيقول لك اطباع للمجموع بيساوي 4 بضرب رقمين باستخدام المتغيرات. باستخدام الفاريبلز. الايه؟ الفاريبلز. باستخدام الايه؟ الفاريبلز، المتغيرات. صلي على سيدنا النبي. انا هتخيل قبل ما اكتب اي كود، اتخيل هو قال لي عايز رقمين يبقوا متغيرين. طب متغيرين هسميه اكس وواي بضرب، يبقى مضروبين في بعض. ايكوال كام؟ ايكوال 4. كام في كام يدينا 4؟ 2 في 2. يبقى تعالى بقى نعرف الحته الحلوه دي. نعرفها ازاي؟ بص يا صاحبي، سيبك بقى من الكلام دوت. عايز اعرف الاكس، متغير الاكس، يبقى هكتب ليت اكس. قيمته كام؟ انا قلت كام في كام في 4 بيدينا 4. 2 سيمي كولون. نعرف الواي، يلا بينا. ليت واي يساوي 2 سيمي كولون. طيب تعالى حاجه ثانيه، نجيب اللون الاحمر بقى، بحب الاحمر. بحب الاحمر. علامه الضرب. علامه الضرب يبقى صم. طيب انا العلامه بتاعت الضرب دي او عمليه الضرب هسميها صم، متغير اسمه صم. عمليه الضرب هسميها متغير اسمه صم. يبقى متغير اسمه ايه؟ صم. يبقى ليت صم يساوي اكس ده في الاثنين. في الاثنين ازاي؟ انا اسف جدا، في الواي. فاصله منقوطه. بالراحه بقى، احنا عملنا ايه؟ انا اول حاجه دخلت عرفت الاكس واديتها قيمه 2. تاني حاجه عرفت الواي واديتها قيمه 2. بعد كده عرفت عمليه الضرب، الصم. اكس في واي، الصم اكس في واي، وقفلت بالسيمي كولون. يعني الصم دي متغير بتاع ايه؟ بتاع عمليه الضرب. المتغير بتاع ايه؟ بتاع عمليه الضرب. طيب انا عايز هنا اضرب اكس في واي، احط علامتين تنصيص؟ ما احطش علامات تنصيص هنا، لا دي عمليه حسابيه. اعمل عمليه حسابيه، هو فاهم الكود، فاهم ماشي خطوه خطوه. لما يجي يرن هيقول لي ان في اكس بيساوي 2، تمام، بيخزن بقى في دماغه. بعد كده واي بيساوي 2. هنا في عمليه حسابيه ان الصم بتساوي الاكس في الواي. عرفت ان الصم اكس في واي 2 في 2. طب انا عايز اطبعها بقى، عايز اطبع، هكتب كونسول لوج، كونسول دوت لوج. افتح القوس واقفل القوس عشان ما انساش، والسيمي كولون اهم من حياتي. اكتب الكود كله صح، ما كتبتش السيمي كولون غلط. طب نعمل ايه بقى؟ صلي على سيدنا النبي. هو بيقول لي ايه؟ المجموع بيساوي 4. اطبع لي المجموع بيساوي 4. يبقى انا في عندي كلمه اسمها المجموع بيساوي. يبقى هحط هنا علامتين تنصيص وهكتب المجموع بيساوي ايه بقى؟ زائد لوحدها الصم. لا مش فاهم يا هندسه. يا عبيط، مش انا عارف ان العمليه الحسابيه الصم اكس في واي بتساوي 4؟ انا ماشي، انا بقول له عايز العمليه الحسابيه زي ما هي، ما بحطش علامتين تنصيص. ما هو عارف ان المتغير اللي اسمه صم دي عمليه حسابيه 2 في 2 بتدينا 4، فانا بقول له عايز اطبع المجموع بيساوي 4، فيطبع لي المجموع بيساوي الصم اللي هي المجموع بيساوي 4
وكان الله بالسر عليم. تعال نشوف كتبنا الكود صح ولا غلط كده. تعالى 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 تعالى. بص يا اخويا، صلي على سيدنا النبي. هنا اعلنت عن قيمه اكس واديت له قيمه 2، هنا اعلنت عن الواي واديت له قيمه 4. ازاي؟ يبقى احنا حلينا مساله ثانيه. خليك معايا، صلي على سيدنا النبي. احنا حلينا مساله ثانيه، دي مساله ايه غيرها. هو هنا عايز يضرب الاثنين في 4 هيديله 8 عادي. المهم ليت سم اكس في واي، بعد كده كونسول دوت لوج المجموع بيساوي زائد السم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. صلي على سيدنا النبي عشان نخش على اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ الله، اف. جمله اف. اف ديت في الجافا سكريبت تستخدم لقرارات برمجيه. يعني ايه قرارات برمجيه؟ يعني لو ده حصل اديله الاجابه دي، طب لو ده ما حصلش ما تديلوش الاجابه الاولى، اديله الاجابه الثانيه. بمعنى تاني بالراحه. بيقول له هنا مثال حي اهو، if grade equal 10 او let grade. هو هنا دخل متغير اسمه ايه؟ جريد، اداله قيمه 10. بيقول له if فتح القوس وقفل القوس عشان اف دي داله فانكشن. بين الداله او بين القوسين قال له جريد اكبر او يساوي ال5، اكبر او يساوي ال5. نفتح الكيرلي براكت، اهم من حياتك. كتبت اف في كيرلي براكت. يعني ايه كيرلي براكت؟ العلامه دي يا اخواتي القوس، تعليمات برمجه القوسين معقوفين، اسمه قوس معقوف. تمام؟ طيب جمله اف هو هنا بيقول له ان جريد دي لو اكبر من او تساوي ال5 اطبع له ناجح. لو اكبر من او تساوي ال5 ايه؟ اطبع له ناجح. بالراحه بقى، نفهم واحده واحده بالراحه. تعال نقرا الكلام. جملة اف في جافا سكريبت تستخدم لاتخاذ قرارات برمجية حيث تنفذ كتلة من التعليمات البرمجية فقط إذا كان الشرط المحدد صحيحا ترو. لو ترو اطبع ده. تتكون جملة اف من كلمة اف يتبعها شرط بين قوسين. ده لازم اف والشرط ثم التعليمات البرمجية بين قوسين معقوفين، قوسين معقوفين. لما تيجي تكتب كونسول لوج قبلها تكتب ايه؟ قوسين معقوفين كده اهو. إذا كان الشرط خاطئا فسيتم التخطي الكود الموجود. يعني إيه؟ يعني لو جريد دوت مثلا هو قال له أكبر أو يساوي ال5، لو اداله 4 كأنه مش شايفه بيخش على اللي بعد كده، بيطبع اللي بعد كده. يعني إيه؟ يعني أنا دخلت هطبع أهو، شغلت دماغي البرمجة، شغلت دماغي المحرك، ليت جريد بيساوي ايكوال 10، ليت جريد ايكوال 10. طيب اف لو الجريد أكبر من أو يساوي ال5 اطبع لي ناجح. هشوف الجريد بيساوي كام. ممكن يبقى 4، ممكن درجه 4. هطبع له ناجح؟ لا، هعديه. هشوف الكود اللي بعديه، لو في كود بعديه هخش اشوفه. مفيش كود بعديه مش هطبع حاجه. مفيش كود بعديه مش هطبع حاجه. تعالى بقى نفهم واحنا بنكتب الكود تاني كده بالراحه. انا دلوقتي عرفت متغير اسمه ليت، انا اسف، عرفت متغير اسمه جريد، يبقى هكتب ليت جريد. قيمته ايه؟ قيمته 10. ده درجة الامتحان. هقول له بقى هكتب اف، قاعدة اف. الشرط ايه؟ ما هو ممكن يقول لي في السؤال مثلا اعتبر لي الشرط كذا كذا. ايه الشرط كذا كذا ده؟ لا، هو اللي هو جريد، الشرط جريد اكبر من او يساوي ال5. هكتب له اف والقوسين، لازم الشرط جوه القوسين، جريد اكبر من او يساوي ال5. خلصت الشرط هفتح الكيرلي براكت. في اف فتحت الكيرلي براكت وقفلته. اهم من حياتك، لو ما عملتش الخطوتين دولت هتنساهم والله، هتنساهم والله وهيجي لك ايرور، هتنساهم وهيجي لك. انا عارف بقول لك ايه. هكتب بين الكيرلي براكت ايه؟ كونسول دوت لوج. لو الشرط ده اتحقق كونسول دوت لوج افتح قوس واقفل قوس، اطبع له ناجح يا عم. يبقى الشرط ده اتحقق ايه؟ هطبع له ناجح. لو الشرط ده اتحقق هعمل ايه؟ هطبع له ناجح. بعد كده هقفل السيمي كولون بس. طب تعالى بقى نستخدم جمله اف إلس. عباره اف إلس في جافا سكريبت تستخدم لتنفيذ كتلتين مختلفين من التعليمات البرمجيه بناء على ما اذا كان الشرط المحدد صحيح ام خطا. يعني ايه؟ يعني انا في الاول هنا قلت لك ايه؟ اف جريد اكبر من او يساوي ال5 اطبع له ناجح. طب لو مش اكبر من او يساوي ال5 هعمل ايه؟ قلت لك هتتعدي بقى؟ لا،
في الالس بقى else كونسول دوت لوج راسب، يعني اي حاجه غير كده راسب. مش فاهم يا هندسه؟ بالراحه. تاني، هو انا بديله شرط، لو الشرط اتحقق يطبع لي اللي بعد اف، لو ما اتحققش يطبع لي اللي بعد إلس. يعني لو ترو هطبع لك اللي بعد اف كونسول دوت لوج ناجح، على طول الشرط اتحقق هطبع له ناجح، لو ما اتحققش هطبع له اللي بعد إلس. يعني لو نجح هطبع ناجح اكبر منه يساوي 5 ناجح. طب لو ما حصلش else console دوت لوج راسب، هطبع له ايه؟ راسب. بالراحه بقى نفهم. تعالوا نقرا الاول. عباره if else في الجافا سكريبت تستخدم لتنفيذ كتلتين مختلفين من التعليمات البرمجيه. بناء على ما اذا كان الشرط المحدد صحيحا ام خاطئا تتكون جمله if else من كلمه if يتبعها الشرط هي ثم تعليمات برمجيه تنفذ اذا كان الشرط صحيح true، تليها كلمه else اختياري. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى true فمش هيبص الالس. طب لو فولس، لو الشرط ما اتحققش هبص الالس هطبع اللي جواها. بص بالراحه بالراحه بالراحه. وتعليمات برمجيه تنفذ اذا كان الشرط خاطئا فولس، ويمكن اضافه جمله if else للتحقق من else if للتحقق من شروط متعدده. بص هنا بقى، بص قال له ايه؟ let age equal 25 if الشرط age اكبر من او يساوي ال 18. افتح الكيرلي براكت واقفله. يلا، لو الشرط اتحقق انت مؤهل للتصويت. يعني لو اكبر من او يساوي ال 18 هيقول له انت مؤهل للتصويت. طيب لو مش اكبر من او مؤهل لل 18 هعمل ايه؟ هتفرج عليا؟ لا، لازم يكون في حل تاني. else، بعد الالس بفتح كيرلي براكت، بعد الالس بفتح نفس الكيرلي براكت واقفله وجواه الكونسول دوت لوج. طيب الشرط ده ما اتحققش هطبع له ايه؟ انت غير مؤهل للتصويت. انت غير ايه؟ مؤهل للتصويت. ما تيجي نكتبه كده الكود ده واحده واحده وتفهمه. هيجي يقول لك باستخدام قاعده if else اطبع لي انت مؤهل للتصويت لو فوق ال 18 او يساوي 18، ولو مش فوق ال 18 او يساوي 18 else اطبع له انت غير مؤهل للتصويت. بالراحه بقى نفكر مع بعض. لازم تمشي بدماغي. اطبع له، هنكتب السؤال، لو مؤهل فوق او يساوي 18 اطبع مؤهل. غير كده اصغر انت غير مؤهل. صلوا على سيدنا النبي بقى وتعالوا نحلها بالراحه. بص يا اخوي، في عمر في الموضوع صح؟ في عمر يبقى في متغير، يبقى ليت ايج. هعرف المتغير ليت ايج قيمته كام؟ الايدج 18 هو قال لي اهو 18. ليت ايج 18. افهم؟ لو مؤهل ومش مؤهل يبقى في اف على طول. لو مؤهل لو اف يلا اف كابيتال او سمول عادي، يعني عشان بس ما حدش يقول لي انت كاتبها كابيتال ليه يا مستر. انا كتبت اف يبقى افتح قوس الداله اللي هحط جواه الشرط. بعد ما افتح القوس هعمل الكيرلي براكت واقفله عشان جوه هكتب الكونسول. يلا اف الايدج اكبر من او يساوي 18 كونسول دوت لوج يطبع له. نفتح القوس نقفل القوس سيمي كولن انت مؤهل. طب لو هو مش اكبر او يساوي ال 18 هطبع له ايه؟ بص هعمل ايه؟ else لوحدها اهي في سطر تاني عادي او بعد الكيرلي براكت عادي، بس هفتح بعد الالس كيرلي براكت واقفله. else يعني غير ذلك اطبع له كونسول دوت لوج. بص عاملها لك بلون تاني. في الالس بفتح كيرلي براكت تاني، بعد ما بقفل الكيرلي براكت بتاع الاف
بكتب إلس لوحدها وبفتح بعدها كيرلي براكت واقفله. بين الكيرلي براكت بكتب الكونسول، يبقى كونسول دوت لوج، افتح قوس اقفل قوس سيمي كولون، اكتب جواها انت غير مؤهل. انت ايه؟ غير مؤهل. الله علينا، الله علينا، الله علينا. بس كده يا رب تكون فهمتها. اي سؤال في الدنيا لو فهمته في قاعدة اف، لو فهمت دي اي سؤال في الدنيا هتعرف تحله. اي سؤال في الدنيا هتعرف تحله ان شاء الله. صلي على سيدنا النبي. واخر سؤال معانا النهارده اهو، قاعدة اف إلس. صلي على سيدنا النبي. بص بقى عشان هتفكر زي بالظبط. بيقول لك ان درجة الحرارة النهارده 30 درجة. اطبع لو درجة الحرارة اكبر من 35 ان الجو حر. غير كده الجو معتدل. اطبع الجو معتدل. طب بالراحة بقى، بالراحة. اول حاجة بفكر فيها انا هعرف مين، هعلن عن مين؟ هعلن عن درجة الحرارة temperature. هعلن عن مين؟ عن درجة الحرارة. ما دام انا بعلن يبقى let. بعلن عن متغير. درجة الحرارة temperature اختصارها temp. قيمتها كم؟ 30. يبقى 30 سيمي كولون. اطبع لي لو درجة الحرارة أكبر من 35. لا اف يبقى اف. بعد ما بكتب اف بفتح القوس اللي هكتب فيه الشرط، وبعد كده كيرلي براكت واقفله واكتب جوه الكونسول. بص كتبت اف هفتح قوس اقفل قوس كيرلي براكت واقفله، ويبقى ناقصني حاجتين، الشرط والإجابة. الشرط والإجابة بتاعته بيقول لك لو درجة الحرارة أكبر من 35 يبقى التمب أكبر من 35. الإجابة بتاعته إيه؟ يبقى كونسول لوج دوت لوج أفتح قوس أطبع له إيه؟ الجو حار. ماشي أهو الجو حار، حطيتها من علامتين تنصيص أقفل القوس سيمي كولون. غير كده يبقى إلس. انزل على سطر تاني على طول واكتب إلس بلون تاني اهو. إلس. كتبت إلس افتح كيرلي براكت واقفله عشان هكتب جوه. غير كده اكتب ايه؟ غير كده اكتب الجو معتدل. يبقى هكتب كونسول دوت لوج افتح قوس الجو معتدل سيميكولون. وها هنا قد انتهينا يا صديقي. اتمنى ان الفيديو ده يلف مصر كلها. اتمنى ان مفيش دقيقة في الفيديو ده ما تتفرجش عليه. اتمنى تكون كل معلومة عايز اوصلها لك تكون وصلتك. ازاي بعلن عن متغيرات؟ ايه هي المتغيرات؟ ايه الفرق بينها وبين الثابتة؟ ازاي قاعدة اف إلس بستخدمها؟ ازاي بطبع؟ ايه الكونسول لوج دوت؟ اتمنى تكون فهمته. اتمنى تكون فهمت كل حاجه. يبقى الكونسول لوج دوت بطريقه بسيطه كده ده اللي انا عايز اعرضه. انا عايز اعرض ايه لو الشرط ده اتحقق. يعني الشرط ده اتحقق اطبع ايه؟ هطبع الجو حار بس. طب غير كده هطبع الجو معتدل. اتمنى تكون كل معلومه وصلتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيب لنا كومنتات حلوه وادعي لنا بقى دعوات كتيره جدا. سلام.